السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة غادي تكون عبارة عن تحلية غنية وصحية بدون سكر. سجلوها عندكم غادي تنفعكم بزاف. خليكم معايا في الفيديو للآخر نشوفوا المكونات وطريقة التحضير والمزيد من التفاصيل. وغادي نبدا بسم الله. هنا عندي الكاس ديال الخلاط غادي ندير فيه 7 ديال الحبات ديال التمر، واحد الكميه ديال الجوز اولا الكركاع تقريبا واحد 20 غرام حتى 30، حبه موز واحده، كيس واحد من الفلان بنكهه الكراميل، وغادي نضيف على هاد المكونات كاملين نصف لتر ديال الحليب. وغادي نطحن كلشي هاد المكونات مزيان، ومن بعد غادي نصفيهم في واحد الكاسرونه، وغادي نرفع الخليط ديالي فوق النار اللي كتكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كتطلع عليه الغليه. ومباشره غادي نفرغ الخليط ديالي ما حدو سخون في الكؤوس ديال التقديم. ثم غادي ندخلو التحليه ديالنا للثلاجه حتى كتبرد مزيان وتعقاد. ومن بعد هنا ما بردات زينتها بالطريفات ديال الموز اولا البنان، قطعته طريفات اولا دوائر، وعندي كذلك التمر اللي قطعتها طريفات صغار، وحتى الكركاع اولا الجوز حتى هو قطعته طريفات صغار واستعملته في التزيين. وفي الاخير كندير خطوط بصوص كراميل، وكتكون هذه هي التحليه ديالنا كنقدموها بالصحه والراحه. تحليه اللي كتجي مشبعه لذيذه صحيه وغنيه. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. دائما احبابي ما تنسونيش من الدعم ديالكم، لايك وبارطاج الوصفه، وشكرا لكم على حسن المتابعه. الى الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه ورمضان كريم.